الفيديو بقى اللي انا نفسي مستنيه اشوف النتيجه بتاعته. هنشوف نتيجه الفسيخ بعد ما عملناه. بصوا هنفتح مع بعض اهو. دي نفس الرابطه اللي احنا ربطناها المره اللي فاتت ونفس كل حاجه. زي ما بدأنا مع بعض من الاول هننهي للاخر اهو. اللي ما شافش الفيديو بتاع تخليل الفسيخ هتلاقوه موجود فوق عندكم على الشاشة على اليمين، وهتلاقوه كمان في صندوق الوصف. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير وكومنت علشان يوصل لكم كل جديد بنعمله. واقترحوا عليا محتاجين نعمل ايه في الفيديوز الجاي. قولولي كده ايه اكتر حاجة انتوا عايزينها او اكتر حاجة بتحبوها او اكتر حاجة متظبطش معاكم، واحنا نعملها مع بعض بكل سهولة وبأسرار وتكات رهيبة وخفيفة وسهلة، وهنقدر نطلع كل حاجة زي ما انتوا عايزين بالظبط. تعالوا بقى نفتح على الفسيخ كده. شوفوا الجمال، شوفوا الزبدة يا جماعة اللي هو منزلها. والله العظيم حلويات. شايفين الطراوة بتاعت الفسيخة؟ يعني اوريها لكم كمان دلوقتي لما نفتح. شوفوا لونه عامل ازاي، وعلى فكرة مش مطلع ريحة وحشة خالص، يعني حتى ريحته جميلة. الفسيخ ده خد معانا 8 ايام بالظبط. يعني هو انا كنت قايله لكم المره اللي فاتت 10 ايام علشان كان الجو لسه برد. لما الجو حرر عليه قعدنا 8 ايام. كنت كل 3 ايام كده بقلبه على جنبه، او لو احنا موقفينه بالطول هنقلبه. يعني لو راسه تحت كل 3 ايام تقلبي تخلي ديله هو اللي تحت وراسه فوق، وهكذا. بصوا بقى، بصوا اللحمه عامل ازاي اصلا من قبل ما نفتح. يعني حتى صوابعي معلمه في اللحمه، ده معناه ان اللحمه ناعمه، ناعمه وطريه وكلها حنية بجد. يعني احنا قلت لكم المره اللي فاتت ده نتيجه ايه بقى؟ الشاطر يقول بقى. نتيجه ان احنا دلكنا الفسيخه كويس. انا قلت لكم ان احنا ندلكها كويس وندلعها عشان تدلعنا في الاخر. هي دلعتنا اهي. لسه اما نفتح ونشوف الدلع بقى على اصله. بصوا لما دلكناها احنا عملنا طراوه للحم اللي جوه عشان يبقى ناعم. وقلت لكم ان دي اللي بيفرق فسخاني عن فسخاني تاني. في فسخاني نجيب منه الفسيخ نلاقي اللحم بتاعه ناشف. بصوا الشوكة فاصلة ازاي. برضو الشوكة فاصلة نتيجة ايه؟ نتيجة التكة اللي احنا عملناها في الديل المرة اللي فاتت. لما عملنا تكة كده في الديل فانا فصلت الشوكة عن اللحم، فخلينا اللحم لوحده. بجد الفسيخة يعني رهيبة، لازم تجربوه حالا. يعني قدامنا وقت طويل اهو لشم النسيم، هتلحقوا. هو 8 ايام وهيطلع معاكي زي الفل. انزلي هاتي 2 كيلو فسيخ او على حسب الافراد اللي هياكلوه. ولا نشتري ولا تكاليف كتير ولا ضامنينه ولا مش ضامنينه. لا احنا نعمله في البيت على ايدينا وهيطلع معاكي احلى بكتير من بره بمراحل. بصوا بقى اهو. يعني مش محتاجة خالص. ولا لونه البينك بقى يا جدعان، اللون نفسه يعني رهيب. يعني ساعات بنجيب فسيخ من بره تلاقي لونه اخضر، تلاقي لونه ازرق، تلاقي لونه اسود. لا دي حاجة احنا عاملينها على ايدينا وزي الفل وجميلة وضامنينها عشان كمان اولادنا، وعلشان احنا كمان نبقى ضامنين الاكل اللي احنا بناكله. مش محتاجين اي حاجه. قومي دلعي نفسك بجد والله. يلا قومي دلعي نفسك وانزلي هاتيلك 2 كيلو فسيخ كده، ولا شوفي هتجيبي عدد قد ايه واطلعوا اعملوه. شوفوا الفيديو اللي فات علشان تعرفي كل الاسرار اللي احنا عملناها عشان يطلع معانا بالجمال ده. خلينا الفسيخ اهو زي ما انتم شايفين، نعومه وزبده وحلويات وعسليات وامارات. وهنبدا بقى ندلعه بشويه شرايح ليمون كده. نحط له شرايح ليمون على الوش. هنحط كمان عندك بقى فلفل رومي ماشي الوان، عندك شطة حمرا نقطع ونحط عليه. انا حطيت شطة حمرا وشطة خضرا. موضوع سهل قوي وبسيط ومخدش وقت ولا مجهود ولا اي حاجة خالص. امشي بس على يعني على نفس التكات اللي احنا عملناها وهيطلع معاكي جامد جدا. كله هيقولك انت جايبه الفسيخ منين، محدش هيصدق انت عاملاه اصلا. هنرش بقى شويه زيت كده، توصي بشويه زيت كده على الوش. مع ان انا والله ما كنتش عايزه احط خالص لان هو مش حادق، هو ناعم خالص زي ما انتم شايفين كده. انا يعني عايزه اطلع لكم جماله في الصوره، مش راضي يطلع بصراحه. يعني مهما بطلع في الصوره مش نفس الجمال في الحقيقه خالص. متنسوش تنزلوا تعملوا كومنت حلو زيكم واحلى ناس في الدنيا.